اتضرب بالقلم ووقع مات. لحظة وفاة الممثل تامر ضيائي في إحدى المستشفيات على يد فرد الأمن واعتداءه عليه. هو مات من كتر الضرب. تعالوا نشوف التفاصيل. من ساعات انتشر على منصات التواصل الاجتماعي خبر وفاة الفنان تامر ضيائي ووفاته بشكل مؤلم، ولكن قبل ما اقول لكم ايه اللي حصل خليني اعرفكم ان الفنان تامر ضيائي كان حاسس بقرب وفاته، فقرر يكتب وصيته على الفيسبوك، وكان ابرز الكلمات اللي فيها: صلاة الجنازة أهم من العزاء، وكل ما العدد زاد أكتر. يا ريت محدش يجي العزاء وتيجوا صلاة الجنازة، ويا ريت العزاء يتعمل في البيت وبالفلوس الباقية تطلعولي صدقة جارية. يا ريت كل اللي بيحبوني يدعولي بالدعاء والصدقة. خليني أقول لكم إن الدعاء والصدقة بيوصلوا أكتر من ختمة القرآن. عاوز الكل يسامحني على أي حاجة، وسيبوا اللي عايز يعيط عليا يعيط، العياط مش حرام، وممكن تحطوا فلوس في صدقة أو في جامع، وبلاش المصاحف الكتير. أما عن تفاصيل الخناقة فكان الراحل تامر ضيائي في المستشفى مع زوجته في التجمع الخامس، وحصلت مشادة كلامية بينه وبين فرد الأمن انتهت بالضرب بينهم، وانتهت أيضا بوفاة الفنان تامر ضيائي. ياريت كلنا ندعيله بالرحمة والمغفرة.